حبيبي يقدر يرجع على الأرض. الضحية سيدة يابانية عمرها 65 سنة، أوهمها المحتال أنه رائد فضاء، وكان عنده حساب على انستغرام كده جالس ماليه صور فضاء ورواد فضاء، بس يعني صور طبعا عشوائية من النت، يعني مو صوره أكيد يعني. والرجل أوهم الست أنه هو في محطة الفضاء الدولية حاليا، وأنه بيقدر يبعث لها عن طريق خدمة محدودة بيتمتع فيها رواد الفضاء، وبدأ علاقة معاها وأوهمها أنه بيحبها ويبقى يتزوجها، وقال لها أنا مستعد أنه أنا أرجع وأتزوجك بس ما عندي الفلوس الكافية أنزل من الفضاء. وقال لها أنه في رسوم هبوط لازم أدفعها لما أرجع، هذا غير استغفر الله العظيم يا ربي، والله هذا غير تكاليف الصاروخ اللي حيرجعني، يعني لا حول ولا قوة الا بالله، زي مصاريف التاكسي يعني. طيب كذبته عجيبة، والاعجب انه المسكينة صدقت وحولت له على مراحل اكثر من 30,000 دولار، لكن لما ما رجع